طيب ازاي بقى نخلي البلاعه دي مخفيه او نخليها شكلها حلو في المطبخ؟ في بلاعه اسمها بلاعه قابله للتبليط، ودي اللي احنا مركبينها في المطبخ في الموقع اللي احنا فيه. البلاعه دي بعد ما بتركب بنركب على الغطا بتاعها جزء من ارضيه المطبخ، سواء كان بورسلين او سيراميك زي البلاعه اللي قدامكم دي. الارضيه هنا عباره عن بورسلين 60 في 60، ودي البلاعه القابله للتبليط، وركبنا عليها من فوق على الغطا بتاعها من فوق بورسلين نفس بورسلين الارضيه. فلو انت باصص من بعيد او لو انت مش مركز قوي في البلاعه ما هتاخدش بالك اصلا ان في بلاعه في المطبخ. طيب الميه هنا بتتصرف ازاي؟ لو بصيتوا كده هتلاقوا حوالين البلاعه فيه فراغ، الفراغ ده الميه بتنزل منه جوه البلاعه، مع العلم ان البلاعه دي فيها مانع ريحه برضو، يعني ما بتعملش روايح او ما بتردش فيها روايح وحشه في المطبخ. والوش ده ممكن نقلبه لو مش عايزين نركب عليه بورسلين او سيراميك.